هو ممكن يكون في وجع أصعب من وجع الخيانة نفسها، وجع بيبدأ بعدها. أوقات كتير لما بنتكلم عن الخيانة بنتكلم عن اللحظة نفسها والوجع اللي بيجي معاها لما بتعرف، لما تاخد الصدمة. لكن نادرا لما بنتكلم عن الوجع الحقيقي اللي ممكن يجي بعدها، بعد ما بتقرر إنك تسامح، بعد ما بتقول خلينا نحاول تاني، وبعدها تكتشف إن أصعب حاجة مش الخيانة نفسها، لا، الأصعب منها فعلا إنك تحاول تعيش بعدها وترجع طبيعي كأن مفيش حاجة حصلت. خليني أوضح لك إيه اللي مستنيك فعلا بعد ما تاخد القرار إنك تسامح، وبعدها عايزك تجاوبني بصراحة، أنت فعلا هتعرف تسامح؟ عارف، مش كل الوجع بيكون بنفس الشكل. خلينا نتفق الأول على حاجة، الخيانة وجعها مش بسيط، ومش لازم تبقى خيانة كاملة بالشكل اللي انت متصوره. في خيانة بتحصل لما الشخص يروح لحد تاني، وفي خيانة تانية بتحصل لما قلبه هو اللي يروح لحد تاني، وساعتها الخيانة العاطفية بيبقى وجعها شكل تاني. بس يمكن دي مش أصعب حاجة، لسه خليك معايا. في وجع تاني الخيانة بتسيبه جواك، بتحس كأن حد نور لمط جوه دماغك، أسئلة 100 سؤال وسؤال من غير جواب. هو أنا كان ناقصني إيه؟ أنا ما كنتش كفاية؟ هو أنا في حاجة غلط؟ وفجأة تبدأ تبص لنفسك بطريقة مختلفة، وتحس إن ثقتك بنفسك بقت مهزوزة، ومش عارف تلوم نفسك ولا تلوم اللي وصلك لكده. طيب الوجع يقف لحد هنا؟ أبدا، لسه الوجع قدام. عارف، في نوع وجعه مختلف. في الخيانة العاطفية تحديدا الوجع ساعات بيبقى مختلف لأن الشخص موجود، لكن تحس إن في جزء منه بقى في حتة تانية، بيبقى مستني كلام حد تاني مش كلامك، حابب وجود شخص تاني مش وجودك. حتى الكلام اللي كان بيحكيهولك بقى يقوله لحد تاني. وساعتها بيجي السؤال اللي يوجع فعلا، هو لما قلبه يروح لحد تاني يبقى فاضلك ايه؟ تفتكر ان ده اصعب وجع؟ طيب خليك معايا. في وسط الوجع ده كله يجي لك سؤال اصعب، اسامح ولا امشي؟ الحقيقة ان مفيش اجابة واحدة. في ناس اصلا بتشوف انك تسامح في حاجة زي دي ده ضعف منك، وان اللي كسرك مرة هيكسرك 1000 مرة. وفي ناس تانية شايفة ان كل الناس وارد ان هي تغلط، وان في علاقات عدت من حاجات زي دي ورجعت اقوى من الاول. في ناس بتسامح علشان لسه بتحب، وفي ناس عشان العشرة والعمر اللي عدى، او يمكن عشان الاولاد، وناس تانية عشان فكرة ان هي لسه هتبدأ من جديد. دي بالنسبة لها فكرة مرعبة، وبصراحة معاهم حق، لان البداية من الصفر مخيفة فعلا. انك ترجع لوحدك تبدأ من الاول تاني وتواجه وجع الفراق اكيد مش سهلة. وعشان كده ناس كتير بتقول طب نجرب، ندي فرصة، يمكن يتغير، يمكن نعرف نرجع، وده حقهم. وفي نفس الوقت في ناس شايفة ان في حاجات لما بتتكسر صعب قوي ترجع زي الاول، وان الثقة لو اتهزت مرة عمرها ما بترجع زي ما كانت، وبرضه ده حقهم. علشان كده احنا مش هنا عشان نحكم، لكن عشان نسأل السؤال اللي نادرا لما تسمعه، لو سمحت ايه اللي هيجي بعد كده؟ شوف، يمكن الأصعب فعلا بيبدأ بعد القرار، لأن الحقيقة الخيانة ممكن توجعك مرة، لكن محاولة التعايش بعدها هتوجعك 1000 مرة وب1000 شكل. لأن هنا المعركة الحقيقية أحيانا بتكون في حاجات صغيرة بتبدأ تتغير. الموبايل اللي عمره ما كان شغلك بقى يلفت انتباهك مع كل رنة ومع كل رسالة. تأخير عادي سواء في الشغل أو بره البيت ممكن يفتح 1000 سؤال في دماغك. هو فين؟ بيكلم مين؟ اتأخر ليه؟ هو ليه بيداري الموبايل كده؟ وفجأة تلاقي نفسك بقيت شخص عمرك ما كنت تحب تبقى شبهه. بتراقب طول الوقت، بتفكر زيادة، بتحلل كل خطوة، والتعب ما بقاش بيفرقك.
وقتها يمكن بتبدأ تفهم إن المشكلة الأكبر مش في قرار إنك تسامح، المشكلة إنك تحاول ترجع تحس بالأمان كأن مفيش حاجة حصلت. أحيانا أصعب حاجة في الموضوع إنك تبقى عايز تصدق، بجد نفسك تصدق، بس من جواك مش عارف ترتاح، لأنه الحقيقة الأمان مش قرار. مهما حاولت تقنع نفسك إن كل حاجة رجعت طبيعية، بيفضل جواك جرس إنذار مش مخليك عارف ترتاح. وصدقني لسه مش هي دي النهاية. يمكن لأن الثقة لما بتتكسر مش سهل ترجع بكلمة آسف، ولا حتى بوعد إنها مش هتتكرر. الثقة لو رجعت بترجع بالمواقف، بالوقت، وبإحساس أمان بيتبني من أول وجديد. وأعتقد إن ده مش حاجة سهلة. في ناس كتير مش بتحب تقولك الجزء ده، مع إنه لازم يتقال. ساعات عقلك بيقرر يسامح لكن قلبك بيرفض. بتقول لنفسك خلاص عديها، لكن تكتشف إن قلبك لسه موجوع، لسه متوتر، لسه في حاجات بتفكرك. وساعات حتى الذكريات الحلوة نفسها بتوجع. الصورة اللي كنت بتحبها، السفرية الحلوة، الكلام الجميل، يا ترى كل ده كان تمثيل؟ كان يقصده فعلا؟ كأن الغلطة اللي حصلت بقت عاملة زي فيروس دخل على كل الذكريات وعمال يشوهها واحدة واحدة. ودي يمكن من أصعب الحاجات اللي بتيجي بعد الخيانة، إنها ساعات مش بتسرق منك الحاضر بس، لا، دي كمان بتسمم الماضي. في علاقات التعب فيها بيكون من نوع تاني، إنكم تبقوا لسه سوا لكن الإحساس مش زي الأول. في كلام ناقص، في حذر زيادة، في خوف، في حاجات بسيطة بقى معناها مخيف. أحيانا اللي بيسامح بيحس إنه بقى عايش حالة طوارئ طول الوقت، مستني غلطة، مستني علامة، مستني دليل يطمنه أو يشاور على خوفه. ومن هنا يجي السؤال المؤلم فعلا: هل دي حياة؟ ولا أنت بس بتحاول تتمسك ببقايا حياة؟ وفي النهاية يمكن مفيش إجابة واحدة صح. في ناس الخيانة نفسها كانت أصعب حاجة عدت عليهم، وفي ناس تانية شايفة إن الأصعب بجد كان اللي بعد الخيانة، إنك تسامح، إنك تصحى كل يوم وتحاول ترجع طبيعي وإنت جواك لسه مكسور. وعشان كده يمكن السؤال الحقيقي مش أسامح ولا أمشي. السؤال بجد: لو سامحت هل فعلا هتعرف تعيش؟ هترتاح؟ هتعرف تبطل شك؟ هتقدر تبص للشخص ده من غير ما الوجع دايما يسبقك؟ لأن أحيانا المشكلة مش إنك تسامح، المشكلة إن في حاجات جواك مش بتسامح بنفس السرعة، وعشان كده مفيش دايما إجابة واحدة. في ناس الرحيل بالنسبة لهم رحمة، وفي ناس تانية المحاولة فعلا أنقذت اللي عاشوا سنين يبنوه. لكن السؤال اللي لازم تسأله لنفسك: أنت تقدر تتقبل إيه؟ تقدر تتعايش مع إيه؟ قول لي رأيك في الحلقة، ولو شايف إن في حاجة ما اتقالتش كان لازم تتقال اكتبها في التعليقات، وقول لي إيه اللي ممكن نعمله يخلي عرفتك أفضل. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.